يا الله أسعد الله صباحكم أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر على الانقطاع الطويل بسبب، هسه نحكي على السبب. الفيديو هذا اليوم بسبب هواي تعليقات جاي تجيني. أنا شوية صعب علي أسوي مقاطع لأن درجة الحرارة هنا عندنا إلا يشعد. على العموم جاي تجيني تعليقات تقول لعبة الحمام جاي يتمرض عندي وجاي يصير، خصوصا من دخل موسم الشتاء. ف اللي تنفسية واللي ينضرب سالمونيلا واللي تعالوا شيل اخوان، حتى احكي لكم السبب الرئيسي ليش الحمام جاي يتمرض. خل اراويكم هاي الصورة درجة الحرارة شقد وارجع لكم. يا الله، شفتوا درجة الحرارة 34 تحت الصفر. عمي تقول 30 تحت الصفر. تذكرون المقاطع اللي شفتوها بالصيف؟ الحمام هاي براجته مفتوح مثل ما بالصيف بالشتاء. هذا الحمام وهذا ترتيبه. احنا اليوم اكو ناس ترسل لي مقاطع على الواتساب تقول لي يا ابو جعفر، يمكن اكو صقر، تقول لي يا ابو جعفر الاحمر ما يتحمل درجة حرارة لان حمام عراقي ومتعلم على الحرارة والبرودة تاذي الطيور. اخوي العزيز، راويتك صورة العداد شقد. هاي الحمام بالصيف جبناه من العراق، وهاي ابراجتنا، وهاي تشوفها غرقانة بالثلج. هذا البيض غرقان بالثلج. فانت تجي اليوم تتفلسف هذا احمر والاحمر لازم تخليه بمكان دافي. هذا اجتهاد خاطئ من عندك. الطيور لا هي خبل الطيور، هذا شبيه الاحمر. الطيور يا اخي العزيز، الحمام من ذوي الدم الحار ما يتأثر بشيء اسمه برد. اهم شيء علف صحيح، لا تخاف على طيورك. انت اليوم تريد طيورك صاحية، انطي اكل صحيح، علفها صحيح، الخبطة مالتك تكون صحيحة بالبرد، يكون بيها دهون، تزود نسبة الدهون بالاعلاف على مود ما يصير تحمل عند الحمام اكثر من الطبيعي بموسم البرد. نقطة انتهى. فسبب الامراض اللي جاي تصير عندك يا اخوي هو من البرد. نقطة انتهى. العفو، لان جاي تغطي بالبرد. الطير ما جاي يقول لك يابا تعال غطيني انا بردان ما اعرف شنو. حبيبي مثل ما البرج بالصيف هو بالشتاء. انت ما جاي توصل عندك درجات الحرارة مثل ما احنا عندنا هنا موجودة. انت ما يصير عندك 20 و30 تحت الصفر. انت اقوى شيء عندك. وعلى فكرة الرسائل اللي جاي تجي اكثرها من اخواننا اللي موجودين بالعراق. اللي جاي تجي يصير عندك فد 10 مو زائد 10 حتى مو تحت الصفر، وتلزم البراجة وتغطيها ببطاطا تكمخ الحمام وتشوف تبدأ تصير عندك هاي الأمراض اللي حدث ولا حرج. أخوان، حمر هذه وهذا برجها، لا تغطون أبراجتكم. عرافل هذا تك وهذا تك. هنا موجودة عندنا عرافل، تور موجودة عندنا، زواجل موجودة. هسه الزاجل يقول لك الزاجل الأوروبي طالعين هالمرة بفكرة ان الزاجل يتحمل البرد وباقي الطيور ما تتحمل. هذا شيء غلط. مثل ما الزاجل يتحمل البرد باقي الحمام هم يتحمل البرد. فيا اخي سبب امراض اكرر عليك، لا تغطي ابراجتك بالشتاء، اترك الابراج بالشتاء مثل ما هي بالصيف. نقطة انتهى. الحمام اللي جبنا حمام من العراق. عندنا حمر حفاي، عندنا حمر كلها طيارة على فكرة. خرجنا كم واحد من عندهن، وصل مطيارهن الى ساعتين، من ساعتين الى 3 ساعات الحمد لله والشكر. جبنا كمرليات فد شي حلو راقي. هذا حمام عراقي 100%.
منتج الحمام عراقي. نصيحة للأخو، أي أخ يريد يشتري حمام والله العظيم يخليك تتعلم من البرد. لا باردة باردة يعني مو شي طبيعي. أي واحد يريد اليوم يشتري طيور، أنا يابا أريد حمر، أريد دن أرافل، أريد ما أعرف شنو، أخوي العزيز أي هاوي تروح له تريد تشوف الطيور أو تريد تشتري من عنده طيور، قل له حبيبي طير لي الطيور خلنا نشوفهن، لا تشتري حكي بما فيهم أخوكم المتحدث، لا تشتري حكي من عندي. أنت تريد تبدي بداية صحيحة، تريد طيور تتونس عليها، فيا اخوان قل له يابا الطيور اللي اريدهن خرج لي ياهن، طير لي ياهن، يلا اشتريهن. ما تبيعني طير حلو بالبرج، اكو طيور هواي حلوة، بس الطير العراقي اللي هو عراقي 100% فنلندي ما موجود غير هنا. وروح افتروا على الهواء، انا ما جاي اسوي دعاية ولا اريد ابيع، لكن كنصيحة للاخوة الهواة اللي موجودين، العراق الصحيح اللي اجانا من العراق اللي نسميهن دق النجف، هن هذن الطيور. غير هذا الشيء اخواني ماكو. الحمد لله والشكر، خوش وجبة جتي بيها حمر حفاي صلخ 100%، وبيها اكو تحاجيله بس هيك مشرول يعني مو تحجال كبير مثل ما قبل كان حمر اللي موجودة هنا تحاجيلها كبار، وكانت تتعبنا بالشتاء خصوصا من الحمام يعني تنشلع ريشه، وهاي يظل الشتوية كلها خطية رجله تجري دم. الوجبة الجاية ان شاء الله نريد نجيب شعلب سود، شعلب حمر، نريد نجيب صفر، عرافل. الحمد لله والشكر جبنا عرافل، وعرافل فد شي يعني ما ادري هذا واضح بالصورة بالتصوير ولا لا، فد جبنا عرافل مفقودة، يمكن اوروبا كلها ما بيها عرافل، ما شفنا لحد الان، لكن عرافل جبناهن دقم طيور طيارة شغل راقي. شوف البدرنج ما شاء الله حافي، هذا دق النجف رسمي. فعرافل جبنه وحمر جبنه، يراد شوية شغل سوينا هاي الخانات حتى نبدي نشتغل على العرافل ان شاء الله على الصيفية الجاية، ولا هسه البيض كله يصير موطة ماكو. سلم لي اذا طلعت بيضة هسه بسبب البرد والله، يعني هي تطلع ما تتوفق بها 100%، لكن احنا على كيفنا ان شاء الله. عندنا 3 أو 4 ازواج عرافل راح نبدي نكثرهن هنا بهاي الخانات، هاي 4 خانات، ونبدي نحول برجهن لهناك، يصير هذا البرج هو برج العرافل، وهنا راح يكون العفو برج الحمر، هو هذا اصلا سويناه ذاك البرج الجوي عندنا هناك مسوين قطع. نحاول احنا جد الامكان نخلي ذاك القطع بس للكمرليات، يعني نطير وجبة كمرليات الحمد لله والشكر. صار عندنا 4 ازواج، و4 ازواج عدد كافي واحد يقدر يبلش يشتغل عليه. وهاي الطيور وهاي درجة الحرارة. اخوان تباوع الفيديو ركز على استفاد من عنده، اذا مغط طيورك ابدي شوية شوية، لا تشيل الغطا من عندهن فجأة، ابدي شوية شوية تشيل الغطا عنهن على مود الطيور تباوع، يعني والله ما جاي تخليني اسولف. شوية شوية ابدي شيل الغطا واترك براستك مثل ما هي بالصيف. اعتذر للإطالة، ولهنا راح انهي الفيديو، اترككم في رعاية الله.